من وراء الميكروفون عتيقة تحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش ندخر ولا نستثمر؟ شنو هو أصلا الفرق بين الادخار والاستثمار؟ شنو هو الأحسن لينا؟ واش ندخروا ولا نستثمروا؟ هاد الأسئلة أكيد كما كدوز في البال ديالي كدوز حتى عندكم حتى نتومايا. وهذا الفيديو ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف، لان غادي نعطيو واحد، غادي نهضروا على شنو الادخار وشنو الاستثمار والفرق بيناتهم بواحد الطريقه بسيطه جدا. اول شيء اشنا هو الادخار؟ الادخار بكل بساطه هو واحد الجزء من المال ديالنا اللي كنخرجوه اولا كنخليوه على جنب، يا اما من راتب اولا بصفه عامه من الدخل ديالنا، سواء الدخل ديالنا كان باليوم اولا بالاسبوع اولا بالشهر اولا دخل موسمي اولا دخل حتى مره في السنه. يعني تنحيدو منه واحد النسبه كنخليوها للادخار. هذيك النسبه ديال الفلوس هي التي تسمى بالادخار. مثال بسيط، الا كنشدو واحد 3000 درهم اورو اللي بغيتو في الشهر، وقررنا اننا نخزنوا منها واحد النسبه للادخار، حنا غادي نديرو هنايا غير واحد النسبه ديال 10% اللي كنقولوا عليها اضعاف الايمان. هنايا تجينا واحد 300 ديال الدرهم تقريبا اللي تنخليوها على الجنب. يعني هذا هو الادخار. وفين كنقدروا نحطوا هاد الحصه ولا هاد الحصه ديال المال اللي تجمعت لينا اللي مسمينها تسمى بالادخار، تنقدروا نحطوها عندنا في البيت ديالنا. والا كانت يعني كان واحد المبلغ اللي هو بسيط، اما ملي كيولي عندنا واحد المبلغ مهم فيستحب ويستحسن ما يتحطوش في البيت. كنقولها وكنكررها، تيوقعوا مشاكل، كيوقع شحال من حاجه. يعني المال ما يبقاش في البيت الا كانت شي حاجه رمزيه، شي حاجه بسيطه. يعني كنقولوا هنايا ما كتفوتش واحد 1000 ديال الاورو اولا 2000 الاورو، معليش. ولكن ملي كيولوا عندنا واحد الحصص ولا مبالغ مهمه يستحب يا اما تنفتحوا واحد الحساب بنكي، يا اما تيكون عندنا حساب في البريد. الناس اللي ما تيبغوش نهائيا حساب بنكي، كاين حساب بنكي على الدفتر. ولكن من النوع ديال الناس اللي ما كنقدروش نجمعوا الفلوس، عندنا نيه ديال الادخار وكنعرفوا دوير الزمان وبغينا نجمعوا بغينا نستثمروا من بعد، ولكن للاسف ما كنقدروش نجمعوا. هاد الناس يستحب واخا غادي نقول لهم حطوهم في يعني مبلغ تحطوه في البريد اولا في البنك اولا في البيت عندك، غادي يجمعوا وغادي يجي واحد النهار غادي يخسروا. اول فرصه كتجي الانسان كيقدر يخسرها، يا اما كتجي شي حاجه زوينه، شي حاجه تفرح، شي عرس، شي مناسبه وكيمشي يخسر هذوك الفليسات، اولا كتجي شي حاجه كي كنقولوا شي قرح وكيخرج هذوك الفليسات. هاد النوع ديال الناس فمن الاحسن اخويا واختي الا كنتي منهم وعارف راسك كي كنقولوا يديك متقومه ما تقدرش تجمع، يستحب هنايا كتكون دارت. يعني الناس اللي ماشي مغاربه فهي ديك الجمعيه، وقيل المصريين تيقولوا لها الجمعيه، تنجمع واحد المجموعه ديال الناس، 10 ديال الناس، 20، مهم ناس تقات يعني امنين كتعرفهم، اما من العائله من الجيران من الاصدقاء اولا من الناس ديال الخدمه ديالك. يعني الناس اللي كتعرف واخا كتعطي هذاك المبلغ، لان كاينين شي دار اللي واصلين زعما مبالغ مهمه. ماشي الانسان يحط الرزق ديالو الله يحسن العوال للجميع وفي الاخير كي كنقولوا يجي شي حد يديهم هكذاك باردين. المهم ما غيدير غير خلال ولكن زعما اربطها اعقلها وتوكل. يعني الانسان كي كنقولوا راه عقلو في راسو، واحد المجموعه اللي كتكون امنه وتنعطيهم تنساهم بهذاك المبلغ. وإلا كنتي كتعرف النفس ديالك انك ما عندكش اصلا، انت مازال ما عندكش الهدف، مازال ما عرفتش الفلوس اشنو غتجمع بهم، يستحب ما تاخذش انت الاولاني. يعني خليك تقريبا من الناس الاخرانيين الا كانت فيها المده ديال سنه ولا كذايا، وانت خلال هذيك المده يعني الانسان راه تيشوف نفسه اشنو غادي يدير بهذاك المال. يعني هنايا عاد باش غادي حنا في المرحله الاولى الا وهي الادخار، غير نجمعوا بعدا هذيك الحصه ديال المال. وهنايا غادي نشوفوا اشنا هي المميزات ديال الادخار، ولا كما كنقولوا لا شنو هي الحاجه الزوينه في الادخار. اول شيء الادخار هو ما فيش مخاطره، يعني المخاطره ديالو قليله بزاف، يعني باش يمشيو لينا الفلوس او لا يضيعوا لينا او لا شي حاجه بس قليله. فلوسنا تقريبا ديما كتكون مضمونه، يعني فلوسك راه عندك حاطه في البيت او حاطه في البنك او
يعني عن طريق شي دارت ولا كذا، يعني فلوس كرا مضمونه. تنقدروا ناخذوها في اي وقت. حتى دارت يعني كيكونوا الناس دايرين لا ليست، وكل واحد في الاول كيبداو يختاروا. كاينين الناس اوتوماتيك في الاول كيبغي ديك المبلغ ديالهم، كاين الناس في الاخر كيقول لك لا انا خليني من الاخر. يعني حتى الا جيتي في الاخر وقفتي على الفلوس ديالك في شي استثمار ولا شي حاجه، يعني راه حنا بيناتنا كي كنقولوا كتكون عائله تكون مطلب من شي حد اخر، يعني تتغير المكان ديالك. انا بغيت هذا الشهر وكتبدل. يعني هنا كيقدر تسحب، اولا كي كنقولوا ناخذوا فلوسنا في اي وقت، ما عندناش فيها مشكله. اجي نشوفوا السلبيات ديال الادخار. واش الادخار فيه سلبيات؟ كاينين سلبيات، اجي نشوفوهم. هي واحده من السلبيات الا هي دوك الفلوس ما كتزادش لينا نهائيا. بمعنى يعني انا داخل واحد الدار ب1000 درهم مع 10 ديال الناس، يعني على 10 شهور غادي ناخد 10,000 نقولو ديال الدرهم. ما غتزادش ليا. بين قوسين ما كنتكلمش على الفائده، انا تندوي على الادخار واللي غندوزو من بعد منه للاستثمار. بمعنى هاد الفلوس من سلبيات الادخار انها شيء كي كنقولوا جامد ما كيتزادش. شيء اخر ولا سلبي اخر ولا عيب من عيوب الادخار الا وهو الوقت. مع الوقت هاد الفلوس كتقدر تنقص القيمه ديالها، ماشي كتقدر، مؤكد انها كتنقص من القيمه ديالها. كيفاش ولا علاش؟ بسبب ديال التضخم. هنا غادي نشرح، سمحوا لي البنات اللي ولا السيدات والساده اللي زعما المستويات ديالهم يعني عارفين هاد المسائل كتجيهم بسيطه. انا كنبغي نعاود نشرحهم ونبسطهم للجميع 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 للجميع. خويا واختي، نشرحوا هذيك المساله ديال التضخم وعلاش كيفاش انا فلوسي غادي ينقصوا. انا عندي 10,000 درهم، 10,000 درهم انا عندي في 2026، هذا جونفي ولا يناير ولا المهم يناير 2026. وانا غادي من هنا لشهر 10 غادي ناخد 10,000 درهم، يعني داخل واحد الدارس وغادي ناخد 10,000 درهم. يعني اش نشرحوها؟ اليوم انا كنمشي للسوبر مارشي ولا السوق، كنمشي كنتقدى 500 درهم كتجيب ليا، هذا مثال، كتجيب ليا انا الاغراض ديالي الاساسيه في البيت، ياك؟ هذه 500 درهم. من هنا لشهر 10 ربما غتولي عندي 550 باش نشري من نفس الكميه اللي كنت كنشريها انا في الشهر ديال يناير. في شهر اكتوبر ما غاديش نقدر نشريها ب 500 درهم، غنولي 550. هذا غير كمثال بسيط، هذا هو يعتبر التضخم. يعني كتزيد واحد النسبه ولا واحد المبلغ كيتزاد في النسبه ديال المواد. ملي كتزاد هاد النسبه اوتوماتيك الفلوس كتنقص. ماشي الفلوس حنا كتمص، هي ماشي ملحه تنقص لينا من الحجم ديالها، ولكن بفعل المواد اللي كترتفع الثمن ديالها وحنا كنكونوا مضطرين، عندنا واحد اللائحه كنكونوا ماشيين عليها كنشريو بها، سواء المتطلبات ديالنا العاديه، سواء تذكره الطائره اللي كنسافروا بها كل مره في السنه، بنزين وما الى ذلك. يعني واحد المتطلبات كتكون عندنا شهريه او لا سنويه، فما مكليناش بنفس المبلغ اللي كنا كنتقداو به في شهر يناير غنتقداو به في شهر اكتوبر. هذه هي الفكره ديال التضخم، والمعنى ديال ان المال كيفقد من القيمه ديالو. نزيدو حاجه اخرى، يعني ملي كان هذا الادخار خاصك، هذا الادخار خاصك ولا بد دير مجهود باش كنجيبو هذاك المال. تقريبا 90% كيكون واحد المجهود، يا اما تنكون انا عن طريق الراتب كندخر، يعني انا كنعطي الوقت ديالي والجهد ديالي لهذيك الشركه، مثلا شركه اولا مصلحه تاع الدوله، انا كنعطيها من الوقت ديالي، كنبيع الوقت ديالي. اشنو هو الخدمه اصلا بصفه عامه؟ هو انك كتبيع الوقت ديالك. الوقت ديالك 8 سوايع 7 سوايع في النهار لواحد الشركه مقابل المال كتعطيني عليه في النهار 1000 درهم ولا 500 درهم ولا 200 درهم، مهم على حسب كل واحد والمرتبه ديالو، كل واحد والدخل ديالو. يعني انا كنبيع ساعات من الحياه ديالي ومن عمر ديالي مقابل المال. الفكره اللي بغيت نوصل لكم هنايا من عيوب الادخار، يعني انك كدير واحد المجهود باش كتجيب هذاك المال للادخار. يعني ماشي كنكون ناعس والمال راه كيدخل، يعني كيدخل راسو براسو، الا خاصني ولا بد كنكون يا اما انا اللي تعب فيه او لا شخص اخر.
هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل ليها. يعني الفكره السلبيه عن الادخار. نشوفوا هنايا اشنا هو الاستثمار. دابا غادي نمشيو للاستثمار، اولا اللي سميتو انايا. دابا غنمشيو لتحرك الفلوس. الفلوس ما غنخليوهاش ناعسه، غادي نبداو نحركو فيها، وفي الحركه بركه. اشنا هو الاستثمار؟ الاستثمار هي تحط فلوسك، يعني نحطو داك الفليسات اللي كنا جمعنا في الادخار في شي حاجه باش نكبروا هاد الفلوس، ما يبقاوش هذوك الفلوس جامدين، يتحركوا. وكي كيقولوا الوالا الفلوس كيجيبوا الفلوس، ونجيبوا عن طريق الفلوس ولا عن طريق هذاك الادخار اللي بدينا به نجيبوا فليسات تانيين. يعني ما كتبقاش ناعسه، كتولي كتنوض كتخدم علينا هذوك الفلوس، بدل ما حنا نبقاو نخدموا على الفليسات وخليوها يا اختي ويا خويا يخدم علينا شويه هذاك الراس ديال المال. وهنايا واحد المثال بسيط، عوض ما نخليو واحد 10,000 ديال الدرهم في الدار، يعني محطوطه في الدار، كنستثمروها في شيء، يا اما مشروع صغير، تجاره، واحد المحل، معدات ديال شي خدمه. هادشي كامل يسمى استثمار. واش غتقولوا لي علاش حنا اصلا غادي نستثمروا؟ واش انا ب10,000 درهم ولا ب5,000 درهم نقدر نستثمر؟ اخويا واختي يمكن لك تستثمر حتى ب100 درهم و200 درهم. راه الاستثمار قد ما هو يا راس مال، فهو في الاصل ديالو فكره، كتجيك فكره وكتبناها وكي كنقولوا كتشربها وكتشبع بهذيك الفكره. والسؤال هنايا اللي كيطرح نفسه، وعلاش انا كاع خاصني نستثمر؟ اخويا واختي بغا نقول لك باش نقدروا نزيدوا من الدخل ديالنا، ونقدروا نحسنوا من المستوى ديال المعيشه ديالنا، بالاخص الا كنا كنعيشوا واحد الطريقه ماليه حنا والوليدات هما اللي الدار اللي معانا مستوانا المعيشي كي كنقولوا على قد الحال مزير. فالاستثمار هنا يعتبر متنفس، وباش كنبنيو واحد المستقبل مالي اللي تكون فيه واحد الاريحيه. الاستثمار هو بيني وبينكم بحال واحد البذره اللي كنزرعوها اليوم وكنصبروا واحد شويه، راه ما تبقاوش نشوف العناوين الكبيره كيف تربح المليون وكيف تربح. هذاك الشيء استثناءات كاينين، ماشي ما كاينينش، ما كنقولش ما كاينينش، كاينين، ولكن تعتبر استثناءات. حنا تندويو على العاميه وعلى القاعده الكبيره والشعبيه اللي هو حنا الناس كنبداو كي كنقولوا كنبداو خطوه بخطوه، كندرجوا نطلعوا من السلم من اول درج ليه. وهنايا خاصنا نصبروا، لانك اختي واخويا الا بغيتي توصل للقمه راه كاينه جبده قدامك، راه عقبات، يعني الانسان كيصبر. الهدف الرئيسي ديالو اللي كيحطو قدام عينيه الا هو انه واحد النهار راه غادي يوصل، وان شاء الله، ومن بعد غادي يحصد الانسان الفواكه ديال العمل ديالو. ولكن خاصنا نكونوا عارفين واحد المساله، الا وهي الاستثمار ماشي بحال الادخار. الادخار تقريبا نقولوا 99% فليساتك تيبقاو هما. الاستثمار فيه مخاطره، ممكن نربحو كما ممكن نخسرو، يعني عندك هكذا وعندك هكذا. بيني وبينكم ما كاينش شي استثمار في هاد الدنيا اللي هو مضمون 100%، الا وهو التجاره مع الله سبحانه وتعالى، هذيك هي اللي مضمونه. ما عدا ذلك ما دمنا في الكره الارضيه وعلى الدنيا، فهي استثمارات معرضه كي كنقولوا للخساره والفشل كما معرضه للربح. وحنايا الحمد لله كنشوفوا الجوانب الايجابيه، يعني هنا غادي نشوفوا المميزات ولا الايجابيات ولا الحاجه الزوينه ديال الاستثمار. اول شيء هو فرصه باش نزيدو ننميو من الفليسات ديالنا، كيساعدنا يعني داك التضخم ما كنبقاوش نحسو به. كما قلنا داك المثل ديال يعني المصروف ديال كان عندنا 500 ولا 550، حنا كان عندنا استثمار غادي نكونوا دخلنا 700 دخلنا 800. انا لا ابالغ نقول لكم غتدخلوا المبالغ، الا دخلتي واحد 1000 زايده على اللي كنتي شهريا او لا سنويا، يعني راه الحمد لله. المهم غير ما كتكونوش في نفس المستوى. هنا كيساعدنا كما قلنا على التضخم، يعني ما تنبقاوش نحسوا بالتضخم، وكيخلق لينا واحد الدخل مستقبلي، واحد كي كنقولوا واحد المتنفس وواحد النافذه كنبداو نتنفسوا بها. بالنسبه للناس اللي عندهم القضيه مزيره بزاف، هنا كيبداو واخا اختي واخويا يدخلك غير 100 درهم في الشهر، راه ما كانش كتدخل لك.
يعني مشيتي بديتي كتحطي غير حويجات، اولا انت في شي جروب، اولا يعني في الخدمه ديالك كتبيعي اي شيء، وانت حتى انت يا خويا، اولا كتستثمر الوقت ديالك في اي شيء، شي خديمه زائده. كتعرف اخويا انت في الانفورماتيك مزيان، كتعطي دروس واخا غير واحد الولد ولا جوج في الاسبوع، تدخل غير 100 200 درهم، فهو متنفس. على الاقل ما كنبقاوش حنا كي كنقولوا محبوسين غير بداك الراتب ديالنا الشهري، تتولي كتدخل لينا شي حاجه. شيء اخر كما تكلمنا عليه، يعني كنبداو نبنيو واحد، كنقولوا واحد اللبنات في المستقبل ديالنا باذن الله. نشوفوا العيوب ديال الاستثمار اللي كنت ديجا تكلمت لكم ولا قبل. يعني كي كنقولوا المخاطره، هذا من اكبر العيوب ديالو، مخاطره. والشيء الثاني خاصنا نصبروا، ماشي شي حاجه سهله. ما نبقاوش كي كنقولوا تنكذبوا على انفسنا، بالاخص الشباب والشابات اللي ثلاثينات والقل. يعني راه الحياه راه فيها الصبر، راه ما كتجيش كي كنقولوا. غنقول هذا المثل، لا ريوسيت ني با لو فروي دو هازار. يعني النجاح هو ماشي حليف الصدفه. يعني كاينه الخدمه، كاينه الخدمه وكاين الصبر، وخاصنا نتعلموا ونفهموا. وهنايا غادي ندوزو الملخص ديال الادخار والاستثمار. اول شيء الهدف من الادخار او الاستثمار. الادخار يعتبر امان، يعني شي حاجه امنه، حطينا واحد المبلغ من المال كيبقى هذاك المبلغ. بعكس الاستثمار فهو يعتبر ربح، كنربحوا من وراء الاستثمار. المخاطره، هنايا المخاطره في الادخار تعتبر ضعيفه جدا، بعكس الاستثمار فالمخاطره موجوده. والعائد اولا لي غوفوني ولا داكشي اللي كيرجع لينا عن طريق الادخار تقريبا قليله جدا، يعني الله كنجمعوا فيها الفليسات ديالنا. ولكن الاستثمار ممكن يكون كبير، وممكن كي كنقولوا يقلب لنا، يقلب ماشي يقلب يقلب المجرى ديال الحياه ديالنا بصفه عامه. كنشوفوا ناس داروا مشاريع بسيطه ويعني ولاو من الاثرياء. يعني الاستثمار ماشي كلشي كي كنقولها وتنعاودها، ولكن كاينه فيه واحد النسبه كبيره، يعني تقدر كي كنقولوا تتقلب لينا الموازين ديال الحياه ديالنا. هنايا الوقت، من ناحيه الوقت الادخار كيحتاج منا واحد الوقت بسيط، يعني تنقدروا نديروا الادخار مده 6 شهور، مده سنه، 5 سنين تقريبا. هذا هو اللي كنخدموا عليه في الادخار. بعكس الاستثمار فهو طويل الامد، الوقت ديالو طويل. وهنايا يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ديالكم انتوما في اي صنف. واش من الناس ديال المدخرين نتوما اصلا في الادخار، اولا نتوما دايزين الاستثمار، يعني كتحركوا شويه الاموال ديالكم، اولا نتوما من الطبقه اللي لا من هذه ولا من ديك. الا ما كنتيش اخويا واختي، ما كنتي لما كتداخر ما كتستثمر، يعني كتقول ما عنديش انا اصلا باش نداخر لا باش نستثمر، كتبها ليا في التعاليق، لان كاينين كيفاش نجيبوا الفليسات باش نبداو اول مرحله وهي الادخار. الا وصلتي حتى لهنايا ومازال ما مشتركش في القناه، فمرحبا بك معنا بالاشتراك ديالك وتفعيل الجرس. بمعنى تفعيل الجرس يعني هذاك الجرس فوق منه واحد جوج شريطات، هذيك هي تفعيل الجرس باش يوصلك دائما الاشعارات عن الجديد في الفيديوهات. ومرحبا بك معنا، وان شاء الله سيكون دائما الجديد ودائما الحلول. وما تيأسش وما تيأسيش اختي الا كنتي في اي صنف، سواء من المدخرين وعندك صعوبه، سواء الناس اللي دازوا الاستثمار وعندهم حتى هما صعوبه، او لا كنتي لا من هادو ولا من هادوك وما تتعرفش منين تبدا وما عارفش اش دير وما عارفش حتى الفلوس منين يجيو، فان شاء الله اعدك بالجديد واعدك بفيديوهات ان شاء الله لتحسين الدخل. والسلام عليكم ورحمه الله.